بصوا بقى شكلها ازاي. قمر قمر. بس عايز اقول لكم الاختراع ده، انا عندي الكاتل اللي بتسخن في ثانيه الا ثانيه دي، اوكي؟ فانا جبتها معايا لان السنه اللي فاتت كنت بشتري الحاجات السخنه نسكافيه ب 30 جنيه، انتوا متخيلين؟ وانا وادي النسكافيه ظبطتها على مزاجي ومن غير ما ادفع مبلغ كبير قوي عشان اشرب كوبايه نسكافيه. هلو يا جماعه، انا بقى دخلت بعد ما استلمت الغرفه، خلاص خدت شاور، غيرت هدومي، ظبطت اموري، لبست، ظبطت جولي. هي ما كانتش كتير من اصلا من اول الرحله، ما كانتش كتير، مش عارفه ليه. رايحين اللاجونه. اللاجونه ده مكان لطيف قوي، هصوره لكم. بس احنا ايه يعني، انا وواحده صاحبتي اتعرفت عليها، اتفقنا هي هتجيب سندوتشات وانا هجيب ميه وشيبسي، وبعد كده هروح المكان الفندق اللي هي قاعده فيه، وناخد بعض ونروح بقى مع بعض على طول على اللاجونه ان شاء الله. متحمسه جدا. بص ده دهب هوليداي، ده اللي انا كنت فيه السنه اللي فاتت، هو لطيف جدا جدا، بس اللي انا فيه برضو لطيف يعني. ومتحمسه ان معايا جولي قوي. جولي النهارده اول مره هتجرب انها تنزل الميه، which حاجه تعتبر بالنسبه لي رهيبه قوي. عايزه اشوف رد فعلها هيبقى عامل ازاي، اشوفها هتعمل ايه لما تنزل الميه لاول مره. بصوا بقى شكلها ازاي. قمر قمر. لوسي احنا نزلنا الميه وكنا خايفين من الميه، كنا خايفين من الميه يا روحي. انا عايزه انزلها تاني، بس انا مش عايزاها تفقد الثقه فيا وتبقى خايفه مني. شكلها قمر قوي يا روحي، وهي مبلوله وجميله كده. انا عايزه اقول لكم جيت اصلا ده السنه اللي فاتت كان في كلاب بتعوم، فانا ان هي هتبقى زيهم، بس هي مش بتعوم زيهم. ايه الجمال ده، سبحان الله، سبحان بجد الله. ايه الجمال ده، الميه مع سلاسل الجبال، ايه ده، ايه الجمال ده. بصوا حلوه قوي، نظيفه، شكلها حلو، ايه ده يعني، كل حاجه فيها لطيفه، وكمان ما فيهاش ناس فنظيفه، فالموضوع لذيذ قوي. دي بقى جولي مستمتعه بالهواء، بس هو الميه هنا مش الطف حاجه يعني، المسخريه فصعب ان السنه يا جماعه. انا السنه اللي فاتت كنت هنا في دهب، وكنت شفت هنا في اللاجونه بنوته كان معاها كلبين، وكنت مبسوطه قوي بيهم وعايزه العب معاهم، وما كانش عندي ادنى فكره ان انا السنه اللي جايه هكون جايه ومعايا الكلب بتاعي. واو، انا معايا جولي، بجد الموضوع لطيف موت، مش حاسه ان انا لوحدي خالص، هي معايا، باخدها في كل حاجه، بنزل معاها الميه، بنجيب اكل سوا، بننام جنب بعض، بنعمل كل حاجه سوا، فهي بجد مسليه جدا. الكائنات دي اجمل حاجه خلقها ربنا، انا بحبهم موت، بعشق الكلاب. ايه يا جماعه، بصوا بقى جولي لسه طالعه من الميه. جولي بصوا مبلوله ازاي، وعايزه اقول لكم بتترعش مرعوبه يعني، فايبريشن فظيعه. ممكن بس تيجي كده تورينا وشك وهو مبلول؟ زعلانه مني ولا ايه؟ شكلها قمر قوي وهي مبلوله. بص يا لهوي، كانت بتترعش من الميه، كانت خايفه قوي منها، فاضطريت اطلع لان كانت خايفه قوي قوي، فهي ما عملتش شويه كده. واجرب معاها تاني يمكن ما تخافش. جولي بص على حد، اشوفها بص على ايه. جولي هاي جولي، انت نزلتي الميه؟ جماعه بصوا بقى، ده هنا شاطئ اللاجونه. احنا نزلنا انا وجولي، بس طلعنا تاني عشان جولي كانت خايفه. بصوا سلاسل الجبال وشكلها عامل ازاي. دي جولي بقى، مش عارفه انتوا شايفينها ولا ايه، بس هي يعني مستمتعه بالحقيقه اهي. يعني الارض سخنه قوي، بس انا حاسه ان هي مش متاثره. وفي بقى هنا حصينه، بس انا حابه اروح المكان التاني ده لانه فاضي، والميه مع سلاسل الجبال خطيره. ايه ده، ايه الجمال ده، سبحان الله، سبحان الله بجد جميله. شويه كده يا جولي وهننزل الميه تاني. على فكره في ناس نازله الميه من الناحيه التانيه، والناحيه التانيه اهدى بكتير، فاضيه اصلا، فتعالوا كده نشوف. هلو يا جماعه، ده بقى اول يوم في دهب. هننزل انا وجولي دلوقتي الساعه 9:30. عايزه اقول لكم رجعت من الميه ميته، مش قادره، نمت كتير، ونمت مش نوم عادي، نايمه وانا جسمي كله وجعني، مع اني ما عملتش حاجه، ما عملتش يعني، انا كنت شايله جولي بس في الميه. ما علينا. ده يا جماعه الاوتفيت بتاع النهارده، شكله حلو قوي، وكمان ماشي قوي مع الفايبس بتاع الدهب ومختلف كده. لبست كل البيسك اسود، والتوب لونه اخضر ماتشنج مع الحجاب، وكمان حطيت الشميز على الوسط كده في كذا لون، وحطيت الحلق العريض دون باللون الذهبي، ودي اس العليقه بتاعت الموبايل حطيتها برده كده كروس منظر، بس انا مش هعلق فيها الموبايل لاني هصور بيه. وده كده الاوتفيت. طبعا الشوز ابيض بقى لان مش هينفع ادخل اي الوان تانية، و كده.
طبعا ده الشوز ابيض، وجولي هناك جاهزه، خليني اوريها لكم. اوكي اهي جولي هناك جاهزه مستنياني، فيلا بينا هناكل وهنشرب حاجه، هنتمشى في دهب. يا جماعه ابديت، انا غيرت السلسله اللي كانت هنا اللي هي العقد الابيض، حسيت ان هي مش ماتشنج خالص يعني، وحطيت الشوكر دي بما ان الشوكر حلوه مع الحلقه، ف حاسه يا جماعه دهب في كل حته فيها كلاب وقطط يعني زي ده اللي معروف، بس هم اغلبهم فريندلي، لان في كلب دلوقتي عدى من جنبي ومعايا جولي كان ممكن يهجم عليها بس هو ما هجمش عليها يعني، وانا بتكلم معاكم يعني زهقت، فالحمد لله ما هجمش، كان ممكن تحصل كارثه. هم اغلبهم هنا فريندلي قوي يعني الحمد لله. انتوا عارفين كام حد انا شفته النهارده سلم على جولي في الرحله اللي احنا طالعين فيها، لان احنا ده بيسلم على جولي وبينادوا عليها باسمها، جولي ازيك عامله ايه؟ فجولي فظيعه، هي ماشيه دلوقتي عماله تبص على الناس وانتباهها متشتت في 100,000 حاجه بتحصل حواليها، كل ده اول مره هي تشوفه في حياتها، فالموضوع بالنسبه لها جديد قوي ولطيف جدا. فاتت لما كنت عايزه اتصور مع العجله بتاعتي وعايزه اتصور بيها وما كنتش عارفه اتصور، فجات لي واحده اجنبيه قالت لي do you need help، انا ممكن اخد لك صوره، وفعلا ساعدتني في موضوع التصوير ده وصورتني. فانا دلوقتي من شويه كنت ماشيه لقيت في واحده صينيه شكلها اموره قوي ما شاء الله عايزه اصور مع كلب، وهي عماله تيجي جنب الكلب وتوقف الموبايل وتلفه، فحسيتها مش عارفه تتعامل، فقلت لها يعني عايزاني اساعدك، فقالت لي اوكي وصورتها، فحسيت والله حلو ان الواحد يقف يعرض حاجه لطيفه صح.